عايزه اقول الفرح، ويمكن دي اغنيه جديده لعصام كاريكا. وانت في ألبوم جديد نازل ان شاء الله. انا مش هعمل البومات تاني. خلاص خلينا بقى نتكلم بعد الفرح. يعني طب نسمعها. اعرف النهارده انت اللي ملحنها؟ انا ملحنها. وكلمات اسلام خليل. اسلام خليل طبعا. جميل. طبعا جميل. عايزه اقول النهارده يمكن لكل حد عنده فرح وعنده مناسبه حلوه وعيد جواز، عيد طلاق، عيد يفرح برضه، لان يمكن النهارده الاغاني بتاعت المناسبات دي اصبحت قليله جدا صح. جدا صح. لدرجه ان حتى في افراح كتير قوي تلاقيهم مثلا بيغنوا الاغاني بتاعت اللي كان سمير صبري بيغنيها زمان طبعا. اللي مش عارف ايه حاجات كده، ما تلاقيش اغاني الافراح دي كتير. فايه اللي خلاك تعمل اغنيه عن الفرح؟ احنا في كل فتره كده تلاقي انت لامع في منطقه. فالحمد لله الفتره اللي فاتت دي انا بعمل افراح كويسه، وبتلاقي مثلا العيله كل الاخ والاخت ومش عارف ايه، الاقي الاب يقول لي ده انت كنت في فرح ابني من شهرين. انت مش يعني فخلاص انت ربنا هنا حطك ان انت بتعمل فقره كويسه وافراح كويسه، فابتديت اركز يعني تعمل لهم اغنيه واطور كمان في الشوهات اللي معايا. يعني انا مثلا مش بخش اغني لوحدي كده وخلاص، لا، اما بقول صعيدي بتلاقي جماعه صعايده 15 واحد صعيدي يطلعوا مزامير ومش عارف، اغنيه افريقي تلاقي ناس افارقه مش عارف ايه، سيرك وليله، يعني 80 واحد قدامي بيبقوا يقلبوا الفرح. خلاص، فقلت كمان لا، طب ما اعمل اغنيه للفرح. وفعلا انا عملتها ويعني يمكن النهارده اول مره اغنيها لك. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انا اعتقد ان انت اما حد بيطلبك في فرح يا كاريكا ما بيكونش بيفكر في اي حد لا قبليك ولا بعديك، لان انا بشوف ان انت فعلا بتقلب الفرح. يعني انا شفت ده حتى في فرح حد انا قريبي انا شخصيا بقى، يعني اعتراف انا، فعايزه اقول بجد انت فعلا يا كاريكا بتقلب الفرح وبتخلي العروسه والعريس فعلا مش شايلين هم حاجه.